بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. انا امبارح اتبعت لي رساله غريبه جدا من حد غريب قوي. انا اول مره اشوفه. هو بعت لنا رساله مهمه قوي غريبه. هو حاليا في الصحراء هناك بعيد في الشمس. انا هقعد احكي لكم. طب ما تيجوا نشوف الرساله سوا، يلا بينا تعالوا نشوف الرساله. ازيكم يا ولاد، عاملين ايه؟ انا اسمي هارون، انا من شعب الله. انا بكلمكم هنا من صحراء البحر الاحمر، وعايز احكي لكم على حاجة حصلت معايا. احنا يا ولاد كنا في مصر وتحت حكم فرعون، وهو كان واخدنا عبيد عنده. يعني ايه عبيد؟ يعني شغالين عنده، نزرع ونبني بس ما بنعملش حاجة تاني. وكنا بنتعب قوي 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 يا ولاد، وكنا عمالين نصلي ربنا انه ينقذنا من حكم فرعون. تفتكروا يا ولاد ربنا كان معانا وسمعنا ولا لأ؟ تفتكروا؟ انا هقول لكم بصراحة يا ولاد، ربنا كان معانا، وفعلا يا ولاد ربنا كان دايما سامعنا وكان معانا، واختارني انا واخويا موسى اننا نروح نطلب لفرعون انه يسيبنا نخرج من مصر. وفضلنا كتير قوي كتير قوي نحاول ونحاول ونحاول، وكتير جدا قعدنا نحاول، واخيرا يا ولاد اخيرا بعد محاولات كتير قوي مع فرعون وافق اننا نخرج من مصر اخيرا يا ولاد. وبعد ما خرجنا يا ولاد من مصر ما كناش بقى عارفين هنروح فين وهنمشي ازاي. وعشان ربنا كان معانا وبيحرسنا، كان دايما ربنا بعت لنا عمود دخان بالنهار وعمود نار بالليل، عشان يا ولاد يرشدنا للطريق ويقول لنا نمشي ازاي. ده عمود النار يا ولاد، ده عمود الدخان يا ولاد، وده عمود النار، ويقول لنا نمشي ازاي بقى. عشان ربنا دايما مع ولاده وبيحرسهم دايما دايما ودايما سامعهم. انت كمان اما يجي وقت النوم عشان تنام، ما تخافش لما الدنيا تضلم عشان تنام في الأوضة لوحدك. ما تخافش عشان ربنا معاك وبيحرسك. وبعد يا ولاد ما انا وموسى مشينا كتير في الصحراء، فرعون زعل قوي انه مشانا. ما كانش لاقي حد يزرع ويبني ويشتغل الشغل اللي احنا كنا بنعمله ده. ففرعون قرر يا ولاد انه يطلع بكل جيوشه ومركباته ورانا في الصحراء عشان يجيبنا. كلنا شفناهم يا ولاد وهم جايين، واحنا كنا قدامنا البحر ومش عارفين هنعمل ايه. ورانا فرعون وقدامنا البحر ومش عارفين هنعمل ايه. انا مش عارف هنعمل ايه. ورانا فرعون وقدامنا البحر، هنعمل ايه؟ وبعدين يا ولاد ده اللي حصل بالظبط. تفتكروا يا ولاد ربنا هيسيبنا ولا لا؟ وحصلت حاجة غريبة جدا جدا جدا. فجاه يا ولاد لقينا البحر انشق، واحنا موسى بيقول لنا عدوا عدوا عدوا. عدينا، وده الحاجه غريبه. موسى ضرب البحر بالعصايه والبحر انشق نصين، وبقينا شايفين السمك واحنا ماشيين، وشايفين الميه من جوه، واحنا ماشيين بنعدي البحر. هو مقسوم نصين، وفي ارض في النص احنا ماشيين فيها، ماشيين لحد لما وصلنا الناحيه التانيه، وموسى قفل البحر تاني. حاجه غريبه فعلا. وفرعون جيوشه ومركبات فرعون جري ورانا عشان يلحقونا واحنا بنعدي البحر. احنا عدينا يا ولاد وخلصنا، وهم فضلوا لسه كانوا بيعدوا البحر
والبحر اتقفل عليهم. موسى قفل البحر تاني عليهم ورجعوا زي الأول، وفرعون وكل جيوشه غرقوا جوه البحر. الله، حلوة قوي 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 الرسالة دي يا ولاد. شفتم يا ولاد ربنا كان معاهم ازاي؟ شفتوا لما هارون قال ان ربنا ما سابناش دقيقة، ما سابناش لحظة، ربنا دايما معانا وشايفنا. هم فرحوا قوي 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 لما ربنا عداهم البحر وان فرعون غرق. خلاص مفيش فرعون عشان ربنا دايما معانا وحارسنا. تعالوا نحفظ الآية مع بعض. لا تخافوا، لا تخافوا، قفوا وانظروا خلاص الرب. يبقى تاني مع بعض. لا تخافوا، قفوا وانظروا خلاص الرب. خروج 13-14. لا تخافوا، قفوا وانظروا خلاص الرب. يعني ايه يا ولاد؟ الجملة دي يا ولاد او الآية دي بالتحديد موسى قالها للناس، قالها لشعب ربنا كلهم. اول ما لقوا ان البحر قدامهم وفرعون وراهم ما عرفوش يعملوا ايه. موسى الوحيد قال لهم لا تخافوا، قفوا وانظروا خلاص الرب. يعني ايه؟ ما تخافوش، ما تخافوش، ركزوا، قوموا اقفوا كده وركزوا. ربنا وهو بيخلصنا وهو معانا وشايفنا وبينقذنا. انتوا وحشتوني قوي. باي باي.